24 سنة مرت على وفاة الشيخ الكفيف محمد المكي سحنون بصفاقس، وخلال هذه الفترة وعند اضطرار السلطات المعنية إلى تغيير مكان المقبرة وفتح كل القبور الموجودة بها، وقع ما لم يكن في الحسبان، فلم يكن قبر الشيخ محمد سحنون كباقي القبور. حليت أنا السطحة الأولى وريحة خرجت شيء هدرة من العجب. أنا ما نتصور لكش فيها الريحة، معناتها ريحة ما نتصور لكش فيها، معناتها ريحة ممكن اللي داخل من الأول الجبانة يشمها الريحة هذه. حليت الخبر ريحته طيبة ياسر، تلفت نلقى ساقه موجودة، ساقه اليمين كيما هي، معناتها هو بدنه كامل كيما هو، كله قشرة معناتها كيما هكا، قشرتي كيما قشرتي هنا، تقولش عليك تو دفنتو السيد، تو دفنتو اي مكفن كامل معناتها، وريحة شيء هدرة من العجب. وقت لازيته وخرجناه من المقبره وزيته في هدايا خفيف، ماهوش رزين كإنسان كامل، بلحمه خفيف، وكفناه وعطيناه لولده وهزه ولده قصد ربي. ولسائل أن يسأل ماذا كان الشيخ محمد سحنون يصنع في حياته حتى يخصه الله بهذه الكرامات. هكذا سألنا وهكذا كانت إجابة ابنه نعمان سحنون. كي تولد مرض صغير بعينيه، فقد البصر متاعه، الحمد لله ربي عوضه بنعم أخرى، منها حفظ القرآن، حفظ معناه القرآن، الصبر، كان إنسان صبور، كان إنسان صادق مع ربي، كان معناه يقري، يحكيوا لي معناها الرجال الكبار اللي في الحومة، واحد ساعات معناها نشوفهم يقولوا لي بوك الله يرحمه كان يقري فينا، وكان معناها يجي يهزنا بالدار ونمشوا مع بعضنا معناها الأقارب معناها، وبخلاف معناها اللي يجوا من بلايص أخرى واحد وكل وكان يقري قرآن. فهمتني؟ كان آخر حاجة عملها في حياته هو كان معناها الذكر والقرآن معناها، فهمتني ولا؟ كان معناها في مجموعة يقرأ معاهم في القرآن، ووقت اللي يرجع للدار معناها صارت هكا حادثة صغيرة معناها اللي معناها زاد يعقلنا هكا شوية، هو الله أعلم معناها نورمالمون هو بينه وبين الخالق واللي عامل واحد وكل شيء. اما كيف اللي معناها شافت اختي حاجه هكا بيضه معناها في الدار وحست معناها بشويه خوف، شد لها ايدها وقرا لها سوره ياسين وقتها، ومعناها وطمنها ورقدت، ومن بعديك جاتو سهله معناها توفى الله يرحمه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه كرامة من الكرامات الإلهية التي ربي سبحانه وتعالى يرسلها ويظهرها على عبد من عباده الصالحين. حبب الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى، واشتغل طول عمره وهو يعلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكأننا هنا بجثمان الشيخ محمد سحنون قد خرج من نور قبره لبضع دقائق ليضيء بعضا من عتمة واقعنا، وليجيب عددا من المتطاولين على القرآن وأهله.